السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بألف خير إن شاء الله، وعواشركم مبروكة، والله يوصلنا ويوصلكم رمضان إن شاء الله بالصحة والسلامة حنا وجميع المسلمين. اليوم إن شاء الله غندير معاكم السلو على الطريقة ديالي. عندي هنا كيلو ديال اللوز، كيلو ونص ديال الجلجلان، عندي هنا كيلو ديال فرينة ماشي الفورس، عندي هنا 2 كيسان كبار ديال العنبة ديال سكر كلاصي، 2 معالق ديال وحده حبة حلاوه وحده النافع البلدي، وعندي 2 معالق كبار ديال القرفه، و6 الحبات ولا 7 ديال المسكه، وشويه ديال الملحه. دابا ندوزو الطريق. هنا عندي الكيلو ديال اللوز، خديت النص حمرته في الفران بالقشره ديالو، محمر غير في الفران بلا ملحه بلا والو. هنا عندي نص كيلو الاخر سلقته وقشرته ودرت ليه 2 معالق ديال الزيت وحمرته في الفران ماشي مقلي في الزيت. وعندي هنايا كيلو ونص ديال الجلجلان، حمرته حتى في الفران مغسول ومنقي، وحيدت منه رابعه للتزيين. هنايا خديت فرينه حمرته في الفران، فرينه حرشه ماشي رطبه بحال الفورس. وهنايا خديت معلقه كبيره ديال النافع ومعلقه ديال حبه حلاوه والقرفه. دابا ندوزو باش نوريكم الطريقه كيفاش كنجمعو. هنا غناخد القصريه ولا اي اناء عندكم، غندير فيه الدقيق، غنضيف كيلو ربع ديال الجلجلان، وغنضيف هاد اللوز اللي مقلي، وغنخلي رابعه من هذا اللي مقلي للتزيين. وغنضيف هنا السكر كلاصي 2 كيسان، وغنضيف النافع وحبه حلاوه والقرفه والمسكه، وغنخلطهم كاملين على هذا الشكل والملحه، وغنديهم يتطحنوا. ما غنطحنهمش هنايا في الدار، غنديهم عند العطار اللي تاخدي من عنده المقادير وطحني عنده هادشي بلا زبده بلا زيت بلا عسل بلا سوائل. هذا هو السلو اللي كندير دائما، ما كندير لا زبده لا زيت. اما بالنسبه علاش انا ما درتش كاوكاو، ما تيجيش زوين، واخا تسلقيه وتقليه ما كيجيش زوين في السلو. بالنسبه لي غتشري كيلو ديال كاوكاو ب 800، اللهم نص كيلو ديال كاوكاو، 6 كيلو ديال اللوز، وديري شي حاجه مزيانه على حساب المستطاع، كله والقدره الشرائيه ديالو. انا يعني عامل باب فكره وصافي، حيت كاوكاو تسلقيه تقليه ما تخليه ما ديري ليه كيبقى المذاق ديالو هو ما كيتغيرش. دابا انا غنديه يتطحن، قلنا بلا زبده بلا زيت. نتلاقاو ان شاء الله. ها هو السلو من بعد ما طحنته، شوفوا تيجي معلك بلا زبده بلا زيت. شوفوا ما شاء الله كيف كيجي، ولا قطره زيت ولا زبده ولا عسل، غير من اللوز وجلجلان. شوفوا ما شاء الله. دابا غنضيف ليه ديك الرابعه اللي خليت ديال الجلجلان، اغلبيتها هرمشتها، غنضيفها الخليط الاول. وهنايا خليت كاس ديال الجلجلان صاين، وهنا الرابعه ديال اللوز اللي خليتها غادي حمرتها في الفران وغنضيفها حتى هي. ودابا غنخلطو مزيان باش كاع العناصر يتجانسوا.
ما تيعذب ما والو. هاد السلو بهاد الطريقه ما كيعذبك ما والو، ما كاين لا قليان لا والو، كلشي في الفران ويمشي تطحن عند العطار. هنايا ما قداتنيش القصريه، درت دابا هاد البانيو كبير باش يدخل هذاك الجنجنان واللوز مهرمشين. ندير لكم غير شويه ماشي شي مجهود. شوفوا ما شاء الله كيف كيجي معلق. ها هو الشكل النهائي ديال السلو. شوفوا ما شاء الله كيخرج كميه معقوله، كل واحد يزين بالطريقه اللي بغا، وبالصحه والراحه.